لو انتي كل سنة في وقت الفاينل بتتوتري وبتضيعي وقتك، ركزي معايا. هنتكلم دلوقتي على 5 خطوات فعلية نعملهم اثناء الفاينل. اول خطوة، اعملي جدول يناسب وقتك مش مثالي ولا وهمي. الخطوة التانية، ذاكري بطريقة البومودورو، 25 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة. لكن معظمنا بيحس ان الطريقة دي مش مناسبة لي وانا من النوع ده. طيب بعمل ايه؟ بذاكر 40 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة، مع العلم ان الراحة مش مع الموبايل ولا مع شيء بيشتتني. بعد كده 15 دقيقة استذكار اللي ذاكرته في 40 دقيقة مع نفسي. وهي دي الطريقة: 40 تركيز، 5 راحة، 15 استذكار. وبعمل الطريقة دي من 2 ل 3 مرات، وبعد كده باخد راحة من 20 ل 30 دقيقة بعيدة عن المكان اللي انا كنت بذاكر فيه. الخطوة الثالثة، حل امتحانات سابقة وركزي على الأسئلة المتكررة، وكمان ركزي على نظام الامتحان جاي ازاي زي ما الدكتور بيقول. الخطوة الرابعة، اعملي خرائط ذهنية. الخرائط الذهنية ممكن لو هتعملها على الموبايل استخدمي تطبيق جيت مايند لو حابة، او تسجيلات صوتية تسمعيها تاني، او ممكن انك تشرحي لنفسك اللي بتذاكريه. 5 خطوة، بعيدة عن الموبايل، ولكن لو بتستخدميه للمذاكرة زي ما انا بعمل يبقى لازم تقفلي الاشعارات. انا مثلا بعمل عدم ازعاج، وهتلاقوا في الصورة اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة طرق تساعدك في انك تقفلي الاشعارات من على الموبايل اثناء المذاكرة. النجاح مش في انك تذاكري 10 ساعات، لكن انك تذاكري صح وبتركيز وفي نفس الوقت يكون في راحة. شاركي الفيديو مع حد من صحابك عنده امتحانات في الوقت ده. بالتوفيق.